كانت كيآمن بأن الشخص هو غاية في ذاته، لأن عنده العقل اللي كيخليه يفكر ويختار، ماشي بحال الأشياء اللي كنستعملوها غير كوسائل باش نوصلوا شي حاجة. الإنسان عنده قيمة مطلقة، لذلك فاحنا ما يمكنش نتعاملوا معاه كوسيلة. فالصديق ديالك إلا كنتي كتحترمه وكتقدره، ماشي غير حيت انت كتستافد منه، ولكن حيت هو عنده عقل وقيمة كبيرة. كانت كيقول باللي كل واحد فينا كيستحق المعاملة بواحد الاحترام، حيت هو كائن عاقل ومفكر. ولكن توم ريغان شاف الأمور بشكل مختلف، وقال بأن قيمة الشخص ماشي ضروري تكون مرتبطة بالعقل. هو كيآمن بأن حتى الأطفال، المرضى والحيوانات عندهم قيمة، لأنهم كائنات حية. مثلا واش الطفل الصغير أو إنسان مريض ما كيستحقوش الاحترام منا؟ بطبيعة الحال لا. توم ريغان كيقول باللي كل كائن حي عنده الحق يعيش بكرامة، لأن حياته عندها قيمة كبيرة. إيمانويل موني كيقول بأن الشخص هو كيان مستقل، عنده الإرادة ديالو والوعي الخاص به. هو كائن حر كيتاخذ قراراته بوحده وكيتحمل مسؤولية اختياراته. الشخص اللي كياخذ قرارات حياته بوحده وكيواجه كل التحديات، هاد الاستقلالية هي اللي كتعطيه قيمة فريدة ومتميزة. جون راولز كيعتبر بأن قيمة الشخص كتحدد من خلال الالتزام ديالو تجاه المجتمع، فهو ما كيشوف الشخص كائن عايش بوحده، بل كجزء من مجتمع كامل وعنده إحساس بالعدالة والالتزام الأخلاقي. واحد اللي كيدافع على حقوق الآخرين وكيآمن بالتعاون والعدالة. هاد الشخص عند راولز كيشكل قيمة حقيقية، لأنه كيساهم في بناء مجتمع عادل ومتوازن. وغوزدورف يرى بأن قيمة الشخص ما كتجيش بوحدها، ولكن كتجلى في علاقة الشخص مع الآخرين. هو كيرفض الأنانية وكيقول بأن الإنسان كيحقق القيمة ديالو داخل الجماعة. الشخص اللي كيساعد الناس اللي معاه وكيتشارك معاهم كل الأشياء الإيجابية، فهو اللي كيساهم في بناء مجتمع قوي ومتضامن. وهنا من كتجي القيمة الحقيقية ديالو حسب غوزدورف. ويليام جيمس كيعتبر بأن قيمة الشخص كتنمو مع التجارب اللي كيعيشها، يعني ماشي حاجة ثابتة، ولكن كتبدل وكتزيد مع مرور الوقت. كل تجربة صعيبة فهي كتقويك وكتزيد من القيمة ديالك. واحد اللي مر من تجارب قاسية وتعلم منها، فهاد التجارب هي اللي كتعطيه قيمة كبيرة وكتخليه إنسان أكثر وعي ومسؤولية. من خلال كل هاد التصورات، فكل فيلسوف عطانا منظور مختلف على قيمة الشخص، ولكن فكلهم متفقين بأن الشخص كائن فريد وعنده قيمة، سواء بالعقل ديالو، بحياته، أو حتى من خلال العلاقة ديالو بالناس الآخرين.